الفريقين بسرعه. تليفونات بني سويف: احمد مسعود لحراسه المرمى، 4 في خط الظهر سامح شوشه احمد سامي، على شمالهم حسني فتحي ومحمود مبارك، في وسط الملعب عبد الرحمن حسان ومحمود وحيد واسلام عادل ورفايل كيوكو، 2 مهاجمين وائل فراج ومحمد اشرف. حسني فتحي ركنيه على القائم الاولاني لكن نفس التمركز، وطي وش رجلك لتحت يا سامح يا شوشه، خبط كده في الشوط الاولاني، حاطط بقى رباط على دماغه. الف سلامه سامح شوشه. نادي الاسماعيلي مفيش اي تغييرات في الفريقين. محمد عواد اللي قدامنا لحراسه المرمى، 4 في خط الظهر عبد الحميد سامي وشوقي السعيد، على يمينهم صالح موسى وكريم مسعد ناحيه الشمال، 4 في وسط الملعب محمد شريف ومحمود عبد العزيز وعمر الوحش وابراهيم حسن، شكري نجيب وكريم عطا، 2 مهاجمين. ادي اماميه تروح سهله لاحمد مسعود. بدلاء الفريقين: تليفونات بني سويف محمود كوكو لحراسه المرمى، حازم فتحي، احمد العجوز، حسن احمد، اسلام سكوندو واحمد الشيخ ومحمد اشرف بيسا. نادي الاسماعيلي: محمد مجدي لحراسه المرمى، احمد العش وجمال حسنين ومحمد حمص ومحمد البعلي وعلي جلال وجون اونتوي. صالح موسى ناحيه اليمين. اتمنى ان احنا نشوف بقى مع نجومنا في الاستوديو التحليلي شوط تاني افضل من الشوط الاولاني. الشوط الاولاني كان اقل من المتوسط او متوسط المستوى، يعني لا يرتقي كده مباراه كويسه لغايه دلوقتي، رغم ان النادي الاسماعيلي فيه امكانيات لعيبه كويسه جدا لكن غايب عنده لعيبه كبار يفرقوا مع النادي الاسماعيلي النهارده. في غيابات زي ما قلنا الشوط الاولاني: حسني عبد رب ومحمود متولي وسامح عبد الفضيل وزيكا وعصام علي ومحمد علاء وعمرو السوليه ومحمد صبحي ومحمود حمد. مش موجود احمد ابو مسلم مع تليفونات بني سويف وعمرو سمكه. تحضير في منطقه وسط الملعب لتليفونات بني سويف. الهدف في الشوط الاول لشوقي السعيد، هدف رائع رائع رائع. اسلام عادل اماميه ناحيه اليمين، محمود مبارك يلمس، تدخل قوي في الكره اللي فاتت لكن ما اداش حاجه حكم اللقاء. احمد السيد حكم اللقاء. اماميه كريم عطا يقف على كورته هو واحمد سامي، كريم 1 ضد 1، اتضغط عليه من احمد سامي وياخد رمي التماس. فريق تليفونات بني سويف عجبني حكم اللقاء قريب من الكوره. ادي هنا الكوره اللي بقول لكم عليها اللي فاتت، كان تدخل قوي جدا من شوقي السعيد صاحب هدف المباراه لغايه دلوقتي. لسه المباراه فيها وقت كبير جدا. لو نادي الاسماعيلي النهارده خد ال3 نقاط تفرق معاه كتير قوي في ترتيبه في الجدول، ويبقى يخش في 22 نقطه كده مع بتروجيت المتصدر، هيبقى فارق الاهداف لمصلحه بتروجيت. اذا النادي الاسماعيلي فاز بقى وجاب جوال تاني ولا حاجه ممكن يبقى في كلام تاني. ادي حسني فتحي. محمد اشرف خد فاول في نص الملعب. بقول لكم حكم اللقاء قريب من الكوره، في كل كوره ما شاء الله لياقته البدنيه عاليه، صغير في السن. بدأنا نشوف حكام صغيرين، بس طبعا الحكم الكويس بتفرق قوي امكانياته لما بيكون في جمهور. اذا كان تحت ضغط، ادي 15 ضربه حره او فاول على الاسماعيلي مقابل 7 تليفونات بني سويف. الحكم اللي بيلعب في وسط جماهير كبيره او عدد كبير من الجماهير بيفرق كتير قوي. تحس بقى قيادته في وسط الجمهور غير لما بيكون ملعب خالي من الجماهير، مباراه بتبقى خفيفه وسهله عليه. ادي 1 ضد 1، عدى عبد الرحمن حسان، يقف على كورته عبد الرحمن مره ثانيه، يسند بره ال18، عرضيه عاليه قوي وممكن تلف من بره لكن لسه جوه الملعب. محمد اشرف يلحق اشرف، يقف على كورته، طلعت رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. محمد اشرف عنده 21 سنه، طلعت الكره هي باينه قدامنا. رمي التماس صالح موسى. كان فرصتين كده الشوط الاولاني، كرات عرضيه لوائل فراج ورفائيل كيوكو، كان ممكن يبقى هدف تعادل لتليفونات بني سويف في الشوط الاول. ادي بدلاء تليفونات بني سويف خلف مرمى محمد عواد بيجهزوا نفسيهم، بيجروا عمليه الاحماء. موجود الكابتن شوقي غريب واحمد حسن نجمنا ونجم منتخب مصر في مقصوره استاد الترسانه بيشاهدوا اللقاء. محمود مبارك اماميه ناحيه اليمين، عبد الرحمن حسان يقف على كورته، ضغط عليه 1 و2، ضغط عليه. ادي العرضيه لكن طلعت ولا مدي ضربه مرمى ولا ايه؟ ادى ركنيه لمصلحه تليفونات بني سويف. كان ضاغط في البدايه عمرو الوحش. محمود وحيد هو متخصص الكرات الثابته، بيلعب دايما الكرات الثابته برجليه الشمال. محمود وحيد. نادي الاسماعيلي نادي كبير طبعا يهمه ال3 نقاط، لكن النهارده تليفونات بني سويف بيلعب في ملعبه. اسلام عادل عرضيه شاط الارض كده مش مظبوطه، تروح للوحش مره ثانيه. عبد الرحمن حسان
يلمس الوحش، تطلع رمية تماس لمصلحة تليفونات بني سويف. محمود وحيد، محمود مبارك سابها له خارج حدود ال 18. كيوكو، عبد الرحمن حسان بشماله جوه ال 18 عاليه، لكن تغطيه العكسيه بيطلع ابراهيم حسن، كان راجع يأدي واجبه الدفاعي. والله ده شكري نجيب رقم 34 لمسك كده وهي خارجه، تطلع ركنيه، ركنيتين ثلاثه كده في بدايه الشوط الثاني. هو اللي بيلعب عليها دلوقتي تليفونات بني سويف، بيستغل الكرات الثابته سواء الفاولات اللي بتتعمل بره ال 18 او الركنيات على القائم الاولاني، لكن يطلع مره ثانيه الوحش يلمس بدماغه جوه ال 18. اسلام عادل بيفتح الملعب، بيرجع الكره لنص الملعب. اسلام عادل، محمود مبارك اماميه في العمق على حدود خط ال 18، يلمس مره ثانيه عبد الحميد سامي، تدخل قوي جدا وممكن يبقى فيها فاول لمصلحه تليفونات بني سويف. ادي احمد سامي قلب دفاع فريق تليفونات بني سويف، تدخل قوي جدا، الراجل المساك كان زايد هنا في نص الملعب احمد سامي. ادي اسلام عادل، هنشوف الكلام ده كتير قوي الشوط الثاني، فاولات كتيره من الجناب من كل حته، هيعتمد اسلام عادل وكل فريق تليفونات بني سويف على الكرات دي. اتلعبت على مرتين، احمد سامي، اسلام عادل مره ثانيه بوش رجليه الخارجي، لكن قاطع هنا الوحش اماميه. الهجمات المرتده والسرعات هتفرق. عمل التغطيه محمود مبارك الظهير الايمن. ادي كرم جابر كان بيلعب ليبرو في نفس المكان برضه زي ما قلت لكم الشوط الاولاني كان بيلعب فيه كابتن عماد النحاس. رمي التماس، صالح موسى، داخلين في 8 دقايق. ادي سامح شوشه رابط دماغه، الراجل بيلعب بفدائيه كده في الملعب، وبدا ريكاردو يجهز بدلاءه برضه خلف مرمى تليفونات بني سويف. صالح موسى، ابراهيم حسن بيفتح الملعب ناحيه الشمال. محمد شريف طولت منه كده ويقف على كورته، لسه في الملعب، تمريره مش مظبوطه، ياخد فاول رافائيل ولا عبد الرحمن حسان. رجع الكره لمكانها تاني احمد السيد. ادي عبد الرحمن حسان، احمد سامي بعرض الملعب ناحيه الشمال. سامح شوشه اماميه، محمد شريف تاني يقطع. محمود وحيد قرب من حدود خط ال 18، تسديده محدش متابع ومحدش مكمل، لكن قالشه هنا من صالح موسى. مره تانيه حسني فتحي على حدود خط ال 18، محمود وحيد يقف على كورته. اسلام عادل بوش رجليه الخارجي بيفتح الملعب ناحيه اليمين. محمود مبارك عرضيه جوه ال 18، يطلع الوحش مره تانيه، لسه في دربكه جوه ال 18، يشتت الوحش توصل في نص الملعب. احمد سامي كرات عاليه، محمد اشرف وتسديده كده جسمه مش معدول اي حاجه، كان ممكن يفتح الملعب ناحيه الشمال. 2 لعيبه كانوا جنبيه فاضيين. ادي الوحش عامل مباراه كويسه قوي. ادي وحيد، محدش كان عامل المتابعه من مهاجمي تليفونات بني سويف، لكن الراجل هنا مش اشول وشاطها برجليه اليمين وراحت قويه جدا، لكن كانت ممكن تخدع هنا محمد عواد. ادي محمد عواد قدامنا، ضربه مرمى اماميه تروح في نص الملعب. كان في دفعه مع ابراهيم حسن باينه هي قدامنا، الراجل دافع بايده. ادى احمد السيد فاول في نص ملعب تليفونات بني سويف. ادي كريم عطا، الوحش صالح موسى، ابراهيم حسن حلو قوي، زايد صالح موسى ناحيه اليمين، يقف على كورته عايز يعمل عرضيه، عرضيه لسه جوه الملعب ما طلعتش، يمسك احمد مسعود عنده 22 سنه. عبد الرحمن حسان، القوه هنا هتفرق، لكن برافو محمود عبد العزيز يقطع الكوره من مسافه بعيده، حط وش رجليه وتروح في ايد احمد مسعود سهله. بيطلع فريقه مره ثانيه احمد مسعود، بيقول لهم لازم تزيدوا قدام، تعدي نص الملعب. عمرو الوحش، محمود مبارك الظهير الايمن بيفتح الملعب ناحيه الشمال. رافائيل كيوكو، استلام من كيوكو، يقف على كورته مره ثانيه، بيفتح الملعب ناحيه اليمين. محمود وحيد لعيب كرة كويس قوي محمود وحيد. ادي رافائيل، لو لف هنا يبقى فيها خطوره. رافائيل عملها بينيه لكن طويله ما توقعهاش
حسني فتحي الظهير الايسر، تروح لمحمد عواد. نلعب في 12 دقيقة، 12 13 دقيقة من عمر الشوط الثاني. تقدم نادي الاسماعيلي بهدف شوقي السعيد. هيلحق ولا ايه؟ لسه في الملعب، ما طلعتش الكورة كده، طلعت خلاص. المساعد الثاني احمد شلبي، المساعد الاول احمد شلبي مدي رمي التماس. حسني فتحي في نص الملعب، لكيوكو بكعب رجليه مش مظبوطه وتطلع رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. ادي محمود وحيد، هنلاقيه ناحيه الشمال، هنلاقيه في قلب الملعب، هنلاقيه ناحيه اليمين، عامل مجهود كويس قوي محمود وحيد في وسط الملعب رقم 29. ادي صالح موسى، صالح رمي التماس، دخلوا على بعض كده ومشيت الكوره، تروح مره تانية لشكري نجيب، كان ممكن يعمل عرضيه لابراهيم حسن. محمود عبد العزيز، تروح تاني لمحمود عبد العزيز اماميه، ادى ايه حكم اللقاء. ادي كريم عطا رقم 18. ادي العاده، الاثنين دخلوا على بعض في الكره اللي فاتت وراحت لشكري نجيب. ادي حاجات بقى الصغيره كده اللي بيعملوها لعيبه في الملعب، التريكات الصغيره بيعيدها لنا المخرج مره تانية. احمد مسعود اماميه بتعدي نص الملعب، وتدخل هنا كان ممكن، الحمد لله ان مفيش دماغ لبست في دماغ واحد كان تبقى فيها اصابه، لكن الحمد لله جت سليمه. حسني فتحي، محمود وحيد زود فيها قوي، قاطع الوحش، واحد من اللعيبه اللي عاملين مباراه كويسه جدا مع النادي الاسماعيلي. اماميه محمد عواد، تروح الكره سهله. عواد تعدي نص الملعب، تروح لاحمد مسعود من الحارس للحارس كده طويله، يفتح الملعب ناحيه اليمين. محمود مبارك كابتن فريق تليفونات بني سويف اماميه على حدود خط ال 18، بداوا يشتغلوا الكرات العاليه بقى، طبعا هيفقدوا نص الملعب هنا تليفونات بني سويف، مش هنلاقي كوره، كل اللعب هيبقى طويل بلغه الكره كده، علي وانا علي بقى، هيفضل الكرات الطويله دي من نص الملعب في العمق تتلعب، لكن مفيش كره على الارض لغايه دلوقتي من اللي طرف شفناها، مفيش اي فرصه بعد ما وصلنا 14 دقيقه من عمر الشوط الثاني. ادي اسلام عادل عاليه، ادي هنا تدخل قوي في الكره اللي فاتت. شوف احمد السيد لسه الكره في الملعب، تطلع رمي التماس لمصلحه تليفونات بني سويف، كان واقع لعيب في الملعب. ادي اسلام عادل عامل ارتقاء ويطلع، لكن كان ايده بقى لمست محمود عبد العزيز، جت في وشه. الف سلام محمود عبد العزيز. ادي اولى تغييرات نادي الاسماعيلي، علي جلال، هنشوف على حساب مين. حكم الرابع محمد السعداوي، هنشوف مين اللي هيخرج. محمد شريف، علي جلال، لا. هنشوف محمد شريف هو اللي خارج ولا مين. محمد شريف رقم 28. مباراة الاسبوع اللي قادم 24 مارس، الجونة عنده الداخلية في ملعب الجونة، مصر المقصة مع الانتاج الحربي في ملعب مصر المقصة، غزل المحلة وانبي، الاتحاد السكندري والمقاولين العرب، وهتبقى مواجهة قوية جدا. النادي الاهلي وسموحة، وهيبقى مؤجل لاشتراك النادي الاهلي في بطولة افريقيا. الثلاث 25 مارس حرس الحدود والقناة، المنيا وبتروجيت، طلائع الجيش وتليفونات بني سويف، اتحاد الشرطة والمصري، وادي دجلة مباراته مع المصري هتؤجل، والاسماعيلي مع الزمالك هتؤجل. الرجاء هيبقى الاسبوع القادم باي، هو واتحاد الشرطة من المجموعة الثانية. اتأخر فيها انا عمرو الوحش، اتضغط عليه، يضغط رافائيل، محمد اشرف استعجل وتسديده قويه حلوه 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 محمد عواد، لكن اتاخر فيها عمرو الوحش في نص الملعب، اتضغط عليه واتقطعت وراحت لمحمد اشرف وحط وش رجليه وتروح قويه جدا. ادي بقى اللي بيعتمد عليه دايما ايهاب جلال، اسلام سكوندو رقم 8، واحد من اللعيبه المميزين مع فريق تليفونات بني سويف. وبيخرج 29 محمود وحيد، تغيير برضو غريب شويه، من افضل اللعيبه اللي في الملعب اسلام سكوندو. محمود وحيد من افضل اللعيبه اللي في الملعب، بينزل اسلام سكوندو. اسلام ابراهيم واسمه اسلام سكوندو.
بديل محمد وحيد، محمود وحيد، محمد عواد. بقول لكم تسديده قويه جدا لمحمد اشرف، لكن هو كان ممكن يمشي بيها تاني لان كان طالع له ناحيه الشمال رافائيل كيوكو. لكن مش عاجبني النهارده محمد اشرف، مش ده اداؤه. شفناه اكتر من 3-4 لقاءات كان افضل من كده. نزل علي جلال، بدأ بقى هياخد المنطقه الهجوميه. صالح موسى، شكري، رمي التماس لمصلحه النادي الاسماعيلي مره تانية. ادي سامح شوشه، ابراهيم حسن يقف على كورته وتولت، تروح لسكوندو مره تانية. محمود عبد العزيز بيفتح الملعب ناحيه الشمال، 1 ضد 1، ممكن هنا يعمل عرضيه، اتاخر فيها قوي، يضغط سكوندو، يقف على كورته ناحيه الشمال للوحش من لمسه واحده يا لعيب. كريم عطا عايز يعمل 1 2 لكن ما تمشيش معاه، تروح مره تانية، وادي قلشه استعجال. سامح شوشه يطلع مره تانية بوش رجليه، تسديده اي حاجه بيخلص منها عبد الحميد سامي، وتطلع ضربه مرمى لمصلحه تليفونات بني سويف. كل فريق كده عمل تغيير، كل مدرب او كل مدير فني بيرد على التاني. الراجل علي جلال مكان محمد شريف، واسلام سكوندو مكان محمود وحيد. رافائيل كيوكو ياخد فاول من مسافه كويسه قوي، نفس المكان ده جه منه الهدف الاول لشوقي السعيد. ادي شوقي السعيد قدامنا اهو، بيتكلم بيقول له مش هتتلعب الا على الصفاره. جون انطوي هداف الدوري في المجموعتين 7 اجوال. محمد فاروق مهاجم مقاولين العرب 6 اجوال. باسم مرسي 6 اجوال. هل ممكن بقى هنا احمد سامي يسدد؟ شفنا الهدف بتاع شوقي السعيد الرائع في الشوط الاول. احمد سامي قويه، حلوه 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 بجوار القائم الشمال لمحمد عواد. الراجل حطها ايه، حطها قويه جدا، راحت فيها سنه قلشه كده، لكن مرت بجوار القائم الشمال لمحمد عواد. بيندب حظه احمد سامي، وهنا بيكلم الحيطه بقى محمد عواد انهم متحركوا في الكره اللي فاتت. احمد شرويده مهاجم الاتحاد السكندري 5 اجوال. محمد سالم 5 اجوال. خالد قمر 5 اجوال. اماميه من محمد عواد، هيلحق كريم ولا سابها تطلع رمي التماس لمصلحه تليفونات بني سويف؟ عبد الرحمن حسان داخلين في 19 دقيقه. كريم عطا مره تانية. سامح شوشه بيقطع ويستخلص كورته كويس قوي. عبد الرحمن حسان اماميه ناحيه الشمال مره تانية. كريم مسعد من لمسه واحده حلوه قوي ببطن رجليه على حدود خط ال 18، لكن ابراهيم حسن ما كانش متوقعها، ويشتت خط الظهر مره تانية. تطلع رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. كريم مسعد للوحش مره تانية، لكن عايز يعدي كريم مسعد كده ويشتغل من ورا الراجل، لكن بتطلع رمي التماس لمصلحه الاسماعيلي. ادي كريم مسعد، رمي التماس اتلعبت. كريم مسعد اماميه، ممكن يبقى فيها شده، لكن ادى تحت الفرصه حكم اللقاء. كريم عطا مره تانية. اسلام سكوندو ادى الفاول للراجل اهو، كان ادى اتاحه فرصه في الاول، لكن ادى رمي التماس ولا ادى فاول ولا ايه؟ ادي المسكه اللي بقول لكم عليها، الراجل ماسك من الفانيلا هنا، لكن كمل فيها كريم عطا مره تانية، وتطلع رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. حسني فتحي ناحيه الشمال، لمسه يد. محمود مبارك اماميه في العمق على حدود خط ال 18. كيوكو بدا يزيد في الناحيه الهجوميه. محمد اشرف طولت منه، ما فيهاش حاجه، ممكن يكون تاني تغييرات ايهاب جلال. ادي مره تانية الهجمات المرتده هنا ممكن يقدر يستغلها ابراهيم حسن، لعيب كويس ومهاري وممكن يعمل الكلام ده، لكن توصل في نص الملعب مره تانية. محمود عبد العزيز يقف على كورته، محدش ظاهر له لغايه دلوقتي، بيفتح الملعب ناحيه اليمين. شكري تطول منه هنا. اشرف، عبد الحميد سامي، الوحش، كريم مسعد بيدخل في قلب الملعب. محمود عبد العزيز مره تانية يقف على كورته، بياخد فاول في نص الملعب مع اسلام سكوندو. ابراهيم حسن مش مظبوطه من علي جلال، لسه نازل، ما يلحقش محمد اشرف.
تطلع رمية تماس. صالح موسى واقع في الكرة اللي فاتت. شوف بقى ابراهيم حسن ولا ايه. نزل له الدكتور مجدي الباز. ادي ريكاردو حمد ابراهيم. لعب فترة حمد ابراهيم مع النادي المصري في بدايته في النادي الاسماعيلي وبعد كده في النادي المصري، ومع كرم جابر من الاسماعيلي للمحله. تليفونات بني سويف اول لقاء ليه في الدوري كان هزم من الاسماعيلي 3-1، اتعادل مع طلائع الجيش 0-0 وحرس الحدود 1-1، وفاز على المنيا 2-1، وخسر من بتروجيت 2-0 وتعادل 0-0 مع القناه، وخسر من وادي دجله 1-0 وتعادل مع اتحاد الشرطه، و3-3 مع المصري البورسعيدي، و0-0 مع الزمالك. يعني تعادلات كتيره جدا عاملها تليفونات بني سويف. الفوز الوحيد على المنيا 2-1. ابراهيم حسن من لمسه واحده عملها الوحش، لكن توصل في نص الملعب. كيوكو تمريره مش مظبوطه، يضغط ويقطع الكره مره تانية تروح في نص الملعب. محمود مبارك اي حاجه تطلع رمي التماس. كريم مسعد رمي التماس نادي الاسماعيلي، حدش اتحرك له. كريم مسعد مره تانية. عمرو الوحش تمريره مش مظبوطه تخبط في اسلام سكوندو وتطلع رمي التماس لمصلحه النادي الاسماعيلي. اتلعبت بسرعه لكن يضغط تليفونات بني سويف مره تانية. شكري نجيب هل في اصابه ولا ايه؟ هو اللي كان واقع في الكره اللي فاتت. حسني فتحي ممكن يدفع بتغيير دلوقتي. ادي حسني فتحي على حدود خط 18 تخبط وتطلع رمي التماس. هل هيفكر في جون اونتوي ولا محمد حمص عشان يزود نص ملعبه؟ حسني فتحي جوه ال 18 يشتت عبد الحميد سامي تاني. احمد سامي تدخل قوي قوي في الكره اللي فاتت، كان ممكن يبقى فيها انذار. هنشوف بقى احمد السيد بيدي ايه. راجل تدخل كده وجاي وطاير وعامل لعبه خطر جدا. عبد الحميد سامي هل ادى انذار ولا ما اداش؟ ادى انذار بالفعل لعبد الحميد سامي في منطقه كويسه قوي مميز فيها. كان هنا حسني عبد رب والحاجات دي بيلعبها كويس قوي، وكان قبليه عبد الله السعيد. الحاجات دي تلاقيها جوال. عبد الله السعيد وحسني عبد رب وهو في النادي الاسماعيلي. عبد الله كان دايما الحاجات الثوابت دي بيلعبها كويس قوي. ادي اسلام عادل رقم 10 انذار لعبد الحميد سامي. اسلام عادل اسلام عملها، كان عايز يلعبها في زاويه الجول لكن بتخبط في الحائط مره تانية. اسلام سكوندو بيفتح الملعب ناحيه اليمين. عبد الرحمن حسان يقف على كورته، اتضغط عليه 1 و2 لكن تطلع رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. خبطت في رجليه وهي خارجه. بنلعب في الدقيقه 25. ادي رقم 3 جمال حسنين بينزل مكان شكري نجيب. جمال حسنين رمي التماس، تطلع رمي التماس. تليفونات بني سويف. ادي عبد الرحمن حسان رجع محمود مبارك كده بقى لعب قلب دفاع، وبدأ يزيد احمد سامي في نص الملعب، وبقى عبد الرحمن حسان هو الظهير الايمن. تغيير كده من جوه الملعب عمله ايهاب جلال، ودى عبد الرحمن حسان كباك رايت ناحيه اليمين، ودخل محمود مبارك مع سامح شوشه، وزود احمد سامي في نص الملعب في الناحيه الهجوميه. ادي العاده قدامنا. ادى فاول احمد السيد. ادي ابراهيم حسن استلام من ابراهيم في نص الملعب. محمود عبد العزيز بيغير الملعب ناحيه الشمال. كريم مسعد استلام من كريم يقف على كورته. سكوندو بقى خد الجبهه اليمين قدام عبد الرحمن حسان، هو اللي هيشتغل فيها. ادي عمرو الوحش ببطن رجليه في نص الملعب. جمال حسنين زي ما قلنا مكان شكري نجيب للاصابه. للوحش مره تانية كره عاليه يلمس جمال حسنين لسه نازل. محمود عبد العزيز علي وانا علي بقى الكرات اللي بدات تعلى كده. قلنا ان الشوط الثاني ممكن يكون افضل. اسلام سكوندو تمريره مش مظبوطه، اريها شوقي السعيد. هيطلع الحارس هنا محمد عواد عشان ياخدها. دخلنا في 26 دقيقه
من عمر الشوط الثاني. مباراه بقول لكم متوسطه المستوى، فيهاش متعه ان احنا نقدر نتكلم فيها، باستثناء بعض الكرات كده العشوائيه ما فيهاش اي تحضير او تكتيك في الملعب. رمي التماس لمصلحه تليفونات بني سويف. عبد الرحمن حسان اللي بقى دلوقتي باك رايت ناحيه اليمين. تشتيت من عبد الحميد سامي لاسلام عادل مره ثانيه. كرات عاليه كتير قوي في الملعب. وائل فراج البعيد تماما عن مستواه، ما حسيناش بيه خالص الشوط الثاني. يمكن في بعض الكرات كده العرضيه الشوط الاول كان ضيع فرصه هدف الشوط الاولاني اللي مرت بجوار القائم، كان ممكن هو يكملها. ادي محمد اشرف. نادي الاسماعيلي كان اول لقاء في الدوري فاز على القناه 2-1، وعلى تليفونات بني سويف 3-1، وعلى الزمالك 1-0، تعادل مع اتحاد الشرطه 0-0. ادي عبد الرحمن حسان. كرات عاليه جدا، يعني احنا نتمنى ان احنا نشوف مباراه افضل من كده. كره ما تتحطش لمستين ثلاثه في الملعب. ادي البينيه، سامح شوشه يقف على كورته، ضغط عليه الراجل وخد ركنيه. ركنيه لمصلحه ادي علي جلال. والله كريم عطى رقم 18، الراجل ما استعجلش وحط رجليه هنا وبياخد ركنيه. كريم عطى كده بذكاء وبخبره، ساب الراجل لغايه ما لفله من الناحيه الثانيه وحط كعب رجليه في الكوره وبياخد ركنيه لمصلحه النادي الاسماعيلي. هل ادى انذار بقى لمين؟ كان الاعتراض في الكره اللي فاتت احمد السيد. ابراهيم حسن عملها على القائم الاولاني لكن يشتت خط الظهر مره ثانيه. اسلام عادل يقلش على حدود خط ال 18، ممكن تسديده، لكن برافو احمد مسعود. بدانا اهو نصحى لكل الحاجات دي، هي اللي بتصحينا، هي اللي بتفوقنا، هي اللي بتخلي كمان نجومنا في الاستوديو التحليلي يبقى عندهم شيء نقوله او في حاجات كويسه نقدر نتكلم عنها. اماميه في العمق، مكمل هنا صالح موسى وعامل التغطيه وتطلع رمي التماس. ادي ايهاب جلال بيوجه لعيبته. رافائيل كويكو عدى وممكن يعمل عرضيه برجليه الشمال، عملها على القائم الاولاني، مش ممكن يا عواد تعدي من تحت ايده ولسه في الملعب. اسلام سكوندو، عبد الرحمن حسان لاسلام مره ثانيه يقف على كورته. اسلام سكوندو زود فيها قوي، اتقطعت، يضغط مره ثانيه كريم مسعد. الهجمه المرتده ممكن بقى هنا يعملها نادي الاسماعيلي. الوحش وش رجليه الخارجي لابراهيم حسن. اماميه محمود عبد العزيز يشتت ناحيه اليمين. حسني فتحي يلمس بدماغه لكن تطلع رمي التماس لمصلحه. ادي العاده قدامنا للنادي الاسماعيلي. رمي التماس عدى كيوكو، عملها قويه جدا، زاحفه على الارض لكن تعدي من بين ايد محمد عواد. لو حد مكمل كان يبقى فيها كلام تاني. صالح موسى اشتغل بقوته هنا بسرعته، عدى في نص الملعب. ابراهيم حسن تمريره برده مش مظبوطه. اسلام سكوندو عدى، اسلام لف ودوران، لعيب كره كويس جدا لكن تمريره مش مظبوطه. قريها عبد الحميد سامي. ادي تغيير رقم 22 احمد الشيخ، بيجهز بقى ايهاب جلال المدير الفني لتليفونات بني سويف. هنشوف على حساب مين. هل هيفكر انه يخرج احد اللاعبين في خط الظهر زي سامح شوشه ممكن على اساس انه مصاب ويبدا بقى يزود الناحيه الهجوميه؟ راجل مغلوب في ملعبه 1-0، او بلغه الكره كده يا صابت يا خابت، انه بيفكر بقى انه عايز يتعادل على الاقل، فممكن يزود الناحيه الهجوميه. حسني فتحي ياخد فاول وممكن كان يبقى فيها انذار بالفعل. احمد السيد بيدي انذار لكريم عطا، انذار في الدقيقه 75 او بعد نص ساعه من عمر الشوط الثاني. 15 دقيقه على نهايه المباراه. تقدم نادي الاسماعيلي بهدف شوقي السعيد من تسديده قويه جدا راحت في المقص اليمين للحارس احمد مسعود. ادي حكم اللقاء احمد السيد، عجبني لغايه دلوقتي حكم اللقاء، عامل مباراه كويسه جدا. محمد اشرف حادف نفسه ناحيه اليمين، 1 ضد 1. اشرف وممكن يعمل عرضيه، عملها على القائم البعيد، عدت وتطلع ركنيه، خبطت في كريم مسعد وتطلع ركنيه. اتلعبت على مرتين. عبد الرحمن حسان على القائم الاولاني لكن يطلع الراجل على خط ال 18. سامح شوشه كان طالع رغم ان هو مصاب عشان يلعب بدماغه. احمد والله بتروح ليه وائل فراج، يضغط نادي الاسماعيلي ويقطع كورته مره ثانيه. عبد الحميد سامي اماميه في نص الملعب. محمود مبارك اللي بقول لكم اللي بقى مساك دلوقتي.
بيفتح الملعب ناحيه اليمين عبد الرحمن حسان الظهير الايمن. هيلعب بقى الطويله كالعاده على حدود خط ال 18، يقطع الوحش، تطلع رمي التماس لتليفونات بني سويف. بقول لكم الاسماعيلي كان تعادل مع اتحاد الشرطه 0-0، وفاز على المصري في السويس 2-0، وخسر في ملعبه من وادي دجله 2-1. ادي ضربه مرمى لمصلحه الاسماعيلي. بقول لكم خسر من وادي دجله 2-1، وتعادل 1-1 مع طلائع الجيش، و0-0 مع حرس الحدود، و1-1 مع المنيا في الاسماعيليه، وفاز على بتروجيت 1-0، واخر لقاء ليه خسر من القناه 1-0. عنده المباراه اللي جايه مع نادي الزمالك واتاجلت. ادي بقول لكم ادي المساك اللي بيلعب من بدايه المباراه احمد سامي، بدا يزيد هنا، فبدا يزيد في نص الملعب. اعتمد عليه بقى ايهاب جلال هنا انه مهارته كويسه ويبدا يزيد في نص الملعب. ادي رمي التماس، بيتكلم كرم جابر مع لعيبته. رمي التماس هيلعبها صالح موسى. صالح موسى اماميه، ابراهيم حسن لعلي جلال على حدود خط ال 18، كان فيها دفعه ادى فاول. اسلام سكوندو، عبد الرحمن حسان عدى اشتغل فردي لوحده، اداله تحت الفرصه، كان ممكن يدي فاول لكن ادى فاول من البدايه. احمد السيد كان فيها دفعه من الاول. ادي قدامنا عبد الرحمن حسان الظهير الايمن. محمود مبارك، بتروجيت متصدر المجموعه. ادي رقم 10 هيخرج اسلام عادل، وهينزل احمد الشيخ. التغيير الثاني لمصلحه تليفونات بني سويف. ادي الكرات الاماميه، ضغط تليفونات بني سويف نادي الاسماعيلي في نص ملعبه. ادي احمد سامي اتقطعت منه الكوره، ممكن هنا الهجمه المرتده لو اتلعبت اسرع يبقى فيها كلام تاني. كريم مسعد اشتغل ناحيه الشمال، يقف على كورته مره تانيه. كريم مسعد ياخد رمي التماس قريب من كل كوره. احمد السيد حكم اللقاء. رمي التماس الوحش اتاخر فيها كتير قوي. شوقي السعيد اماميه، يطلع سامح شوشه يلعب بدماغه، تروح مره تانيه لعلي جلال. جمال حسنين اللي لسه نازل. ابراهيم حسن بدا يشتغل ناحيه الشمال، تمريره مش مظبوطه. عبد الحميد سامي اماميه، تعدي نص الملعب، يراجع الكره كده بخبره. حسني فتحي الحارس مرمى احمد مسعود. اماميه تعدي نص الملعب. شوقي السعيد، كريم مسعد تاخر فيها. كريم مسعد اتضغط عليه، ياخد فاول فريق الاسماعيلي. ضربه حره مباشره لمصلحه نادي الاسماعيلي، هيلعبها عبد الحميد سامي. بتروجيت متصدر زي ما قلنا لكم. ادي لسه نازل احمد الشيخ بيعمل فاول مع كريم مسعد. بتروجيت اول، الاسماعيلي الثاني، وادي دجله الثالث، المصري الرابع. ادي احمد سامي. عبد الرحمن حسان بيغير الملعب ناحيه الشمال، اماميه ناحيه الشمال لكيوكو، 1 ضد 1، ممكن يبقى فيها خطوره لو عدى. ممكن رافائيل تسديده لكن مش معدول خالص، وبتطلع ضربه مرمى لمصلحه النادي الاسماعيلي. نلعب في 35 دقيقه، 10 دقايق على نهايه المباراه. الراجل جسمه مش معدول، كان لو عايز يسدد كان ممكن يحط وش رجليه في الزاويه البعيده على شمال محمد عواد، لكن هو حطها في الزاويه الضيقه. ادي بقول لكم ظهر قدامنا عمرو الوحش عامل مباراه كويسه في نص الملعب. محمود مبارك يسيبها لاحمد مسعود حارس المرمى. حط الكره على الارض محمود مبارك، والله ده سامح شوشه رقم 7 اماميه، بتعدي نص الملعب، يلمس وائل لاحمد الشيخ، يقف على كورته، محدش يتحرك له، اشتغل فردي لوحده لكن طولت منه وتطلع رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. ادي المساعد الثاني رأفت الضوء. كريم مسعد، لسه النادي الاسماعيلي عنده تغييرات، هنشوف بقى يفكر في مين. نزل جمال حسنين وعلي جلال، لسه باقي له تغيير، كل فريق باقي له تغيير.
ادي ابراهيم حسن قطعت منه لرافائيل. اسلام سكوندو ببطن رجليه وياخد فاول. محمد اشرف ما اداش حاجه، حكم اللقاء. الوحشه اماميه، تمريره مش مظبوطه، ما ربطش معاه علي جلال في الكره اللي فاتت. ادي سامح شوشه، تحضير بعرض الملعب ناحيه اليمين. عبد الرحمن حسان، اسلام مره ثانيه في نص الملعب، بيغير الملعب ناحيه الشمال، لكن قاطع صالح موسى ويطلع رمي التماس لمصلحه ادي ايهاب جلال. راجل كان لعيب كوره كويس جدا، لعب فتره في نص الملعب. ادي ممكن هنا يكون فيها فاول، ما اداش حاجه احمد السيد حكم اللقاء. رافائيل كيوكو، رافائيل ممكن حسني فتحي يعمل عرضيه، عملها عرضيه حلوه 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 يا راجل، لسه هتوقف، اسند اللي جاي. لكن ايه، ضربه جزاء، ضربه جزاء لتليفونات بني سويف. ادى احمد السيد ضربه جزاء في توقيت ايه، في الدقيقه 37. ادي العاده قدامنا. محمد اشرف الراجل استلم هنا تحت ضغط، كان ممكن يسند لزمايله اللي جايين من تحت. ادي شوقي السعيد الراجل ماسك بايدين الاثنين واخد الراجل ونازل بيه، ادى ضربه جزاء. نجومنا هنا بقى عماد النحاس واحمد بلال واحمد جمال يقولوا لنا، لكن ضربه جزاء لمصلحه تليفونات بني سويف. ضربه جزاء في الدقيقه 37 الدقيقه 38. هنشوف مين على التنفيذ. ادي محمود مبارك، محمود مبارك ومحمد عواد. محمود مبارك وهدف التعادل، هدف التعادل لمحمود مبارك في الدقيقة 38 من عمر الشوط الثاني. 1-1 تليفونات بني سويف والنادي الاسماعيلي. شوقي السعيد جوه ال 18، الراجل كان ماسك، ادى ضربة جزاء احمد السيد حكم اللقاء. ادي محمد عواد عمل محاولة عليها لكن كانت قوية جدا على يمين الحارس. 1 الاسماعيلي 1 تليفونات بني سويف. كريم عطف نص الملعب، امامية رافائيل، رافائيل اللي ممكن يعدي يشتغل فردي وياخد فاول على عبد الحميد سامي وياخد انذار، وكان عنده انذار عبد الحميد سامي، وهيبقى ممكن انذار تاني وكارت احمر في توقيت صعب جدا لعبد الحميد سامي. انذار تاني، سبحان الله سبحان مغير الاحوال، كارت احمر لعبد الحميد سامي في الدقيقة 39. يلعب نادي الاسماعيلي في اخر 6 دقايق ب10 لاعبين. ادي عبد الحميد سامي خارج، كارت احمر، كان خد انذار الشوط الاول في الدقيقة 19. ادي حكم اللقاء احمد السيد، يبدو بقى ان في حاجة او في مشكلة بره في الملعب، حد ممكن يكون بيعترض. ادي الحكم الرابع في اعتراض. هنشوف بقى احمد السيد حكم اللقاء طرد مين من الملعب، هل بقى احد لاعبين ولا احد الاداريين اللي موجودين في الملعب. هنشوف احمد السيد. ادي كابتن سعفان الصغير، اعتراض في الكرة اللي فاتت، سعفان الصغير بيطرد من الملعب، حارس مرمى النادي الاسماعيلي السابق، مش هيلعب المباراة احمد السيد لما يطلع في المدرج سعفان الصغير. خلاص الحكم حسب اللي حسبه، مش هيقدر يعمل اي حاجة. ادي صلاح صديق مراقب لجنة المسابقات. احمد سامي كان سدد تسديدة قوية جدا في بداية الشوط الثاني. مش عايزين بقى المشاكل الصغيرة دي من المدربين ومن اللعيبة، هي اللي بتكهرب كده جو المباريات. احمد سامي على التنفيذ، هنشوف هو بقى اللي هيسدد من مسافة بعيدة. اسلام سكوندو بيقول له ال10 ياردات. احمد سامي تسديده بتخبط في الحائط وتغير اتجاهها وتطلع ركنيه لمصلحه تليفونات بني سويف. ركنيه راح لها حسني فتحي عشان يلعبها برجليه اليمين. ادي احمد السيد، حسني فتحي
ركنيات تليفونات بني سويف 13 ضربه ركنيه مقابل 3 الاسماعيلي. عرضيه عرضيه لكن يطلع مره تانية كريم مسعد، والله جمال حسنين اللي لسه نازل. ادي التغيير الثالث للنادي الاسماعيلي، رقم 23 احمد العش ويخرج ابراهيم حسن. ينزل احمد العش، ركنيه لمصلحه تليفونات بني سويف، هيلعبها اسلام سكوندو، هيلعبها برجليه اليمين. 5 6 لعيبه جوه ال 18 من تليفونات بني سويف. اتعملت على القائم البعيد، يلمس مره تانية لكن تروح بره المرمى وتطلع ضربه مرمى لمصلحه نادي الاسماعيلي. ادي الاعاده قدامنا الاولانيه، لمس الراجل وغير اتجاه الناحيه الثانيه، لكن كان جمال حسنين رقم 3 عامل التغطيه العكسيه كويس قوي. ادي المهاره بقى لايهاب جلال، راجل بقول لكم كان لعيب كوره كويس جدا، كان بيلعب في نص الملعب وليبرو. كريم مسعد يقف على كورته ناحيه الشمال. بنلعب في اخر 3 دقائق، تعادل ايجابي بين النادي الاسماعيلي وتليفونات بني سويف، او تليفونات بني سويف والنادي الاسماعيلي. محمود مبارك يشتت اماميه، ادى ضربه حره ولا رمي التماس؟ رمي التماس لمصلحه تليفونات بني سويف. عبد الرحمن حسان الظهير الايمن، طوليه اماميه توصل في نص الملعب. سامح شوشه اماميه في العمق، صالح موسى يلمس بدماغه مره ثانيه. تدخل قوي في الكره اللي فاتت وادى فاول احمد السيد مع عمرو الوحش. اماميه فين بقى محمد صلاح ابو جريشه، واحد من نجوم نادي الاسماعيلي في الكرات العرضيه، كان مميز وهداف من الهدافين الكبار جدا، زيه زي الكابتن علي ابو جريشه كده في كرات الراس. كان بنستمتع بمحمد صلاح ابو جريشه، واحد من الهدافين الكبار في النادي الاسماعيلي. ادي فاول في نص ملعب تليفونات بني سويف. محمود مبارك اماميه بتعدي نص الملعب ناحيه الشمال، رافائيل كيوكو، فراج وائل فرج او وائل فراج، 1 ضد 1. كيوكو اتاخر فيها، يضغط محمود عبد العزيز مره تانية في نص الملعب. استلام مش مظبوط من الوحش لكن ياخد فاول في نص الملعب عمرو الوحش. ادي العاده قدامنا مره تانية، الراجل استلم كره ما ساعدتوش او الملعب ما ساعدوش، وادي اسلام سكوندو فاول في نص الملعب. اماميه نلعب في الدقيقه 89، دقيقه على نهايه المباراه. نشوف بقى الحكم الرابع هيدينا قد ايه وقت محتسب بدل ضائع. الحكم الرابع او حكم المباراه احمد السيد. رمي التماس بدا يضغط نادي الاسماعيلي هنا في نص الملعب في المنطقه الاماميه. سكوندو رافع رجليه بياخد فاول نادي الاسماعيلي في نص ملعب تليفونات بني سويف. ادي الاعاده قدامنا، ادي الحكم الرابع مستني بقى هشوف. ادانا 5 دقايق وقت محتسب بدل ضائع، 5 دقايق رفعهم محمد السعداوي. محمود عبد العزيز بيطلب ال10 ياردات، بيكلمه هنا محمد العش، يبدو انه مميز بقى في الكرات العرضيه. محمود عبد العزيز يلعبها على القائم الاول لكن احمد العش تلمس دماغه وتطلع ركنيه لمصلحه النادي الاسماعيلي. ضغط النادي الاسماعيلي في اخر 5 دقايق. ادي لمست هنا وتخبط في رقم 22 احمد الشيخ اللي لسه نازل وتطلع ركنيه. كريم مسعد لعبها برجليه الشمال جوه ال 18، يطلع احمد مسعود يمسك كورته. احمد مسعود بياخد فاول على حدود خط ال 18. لو المباراة انتهت بالتعادل النادي الاسماعيلي يوصل ل 20 نقطة، تليفونات بني سويف فيوصل ل 10 نقاط، لكن لسه فاضل 4 دقايق ممكن يحصل فيها حاجات كتيرة قوي. ادي كريم مسعد طلعت الكرة رمي التماس لمصلحة تليفونات بني سويف. عبد الرحمن حسان
رمي التماس اماميه، احمد الشيخ، احمد العش اماميه، سامح شوشه. كرات بقى تبدا تعلى دلوقتي. سكوندو، اسلام قطعت منه، عمرو الوحش اتاخر فيها واتقطعت، تروح في نص الملعب مره تانية لاسلام بوش رجليه الخارجي لمحمد اشرف، لحسني فتحي، يضغط شوقي السعيد يقطع كورته، يلعبها اماميه في منطقه الهجوميه، لكن يطلع محمود مبارك. ادي احمد شلبي المساعد الاول، محمود مبارك كابتن فريق تليفونات بني سويف كان عامل التغطيه العكسيه ويطلع رمي التماس. محمود عبد العزيز مشيت معاه الكوره وتسديده اي حاجه من رقم 3 جمال حسنين، بيخلص منها كده الراجل، تطلع ضربه مرمى. ادي ريكاردو، ضربه مرمى لمصلحه تليفونات بني سويف اماميه بتعدي نص الملعب. صالح موسى الضغط على محمود عبد العزيز، محمد اشرف، وممكن تبقى هنا هجمه خطر، 1 ضد 1 جوه ال 18. محمد اشرف، رافائيل كيوكو يقف على كورته مره تانية، زود فيها رافائيل كيوكو. محمد اشرف 1 ضد 1 جوه ال 18، عدى وممكن يعمل عرضيه لكن محدش مكمل. تروح الناحيه الثانيه جمال حسنين الضغط عليه، عبد الرحمن حسان ممكن يعمل عرضيه على القائم الاولاني لكن مش مظبوطه، يشتت خط الظهر مره ثانيه ناحيه الشمال. حسني فتحي عدى واشتغل فردي وممكن يعمل عرضيه وتسديده لكن بتطلع بجوار القائم. ادي ريكاردو البرازيلي، الراجل وقف بقى في اخر 5 دقايق كده، توقيت صعب جدا لفرقته. تفرق كتير لما المدير الفني في التوقيت ده يبقى موجود، بيبقى فيه تركيز من لعيبته اكتر. نلعب في الدقيقه الثالثه. يشتت مره تانية حسني فتحي لسه في الملعب، تروح لاحمد سامي اللي بدا يلعب في نص الملعب دلوقتي، ياخد فاول النادي الاسماعيلي، اتلعبت بسرعه. كريم عطا رقم 18 مكمل معاه الوحش، عدى طويله لكن يقطع حسني فتحي. سامح شوشه الضغط عليه، تروح مره تانية كريم عطا، كان ممكن يعمل عرضيه عاليه لكن بتطلع رمي التماس لمصلحه نادي الاسماعيلي. ادي اسلام سكوندو رمي التماس، اتلعبت بسرعه كريم عطا. صالح موسى استلام الكره مش مظبوط، تمشي مره تانية مع صالح لسه جوه الملعب. ادى ايه احمد السيد حكم اللقاء. ادي اشتغل هنا صالح موسى، كان عايز يعدي، هل ادى بقى ضربه حره مباشره لمصلحه الاسماعيلي؟ بالفعل فاول للنادي الاسماعيلي في منطقه مؤثره، لو اتعملت كويس واحد يلعبها كده برجليه الشمال ممكن تبقى فيها خطوره على نادي تليفونات بني سويف. ادي بعيد عن المرمى لكن عمل لها شكل كويس محمد عواد. فاول لمصلحه نادي الاسماعيلي في توقيت صعب جدا في اخر دقيقه من عمر المباراه او من 5 دقائق الوقت المحتسب بدل الضائع. يلعب جمال حسنين برجليه الشمال. ادي جمال حسنين رقم 3 عملها وتخبط في اسلام سكوندو وتطلع ركنيه، تخبط في ظهر اسلام سكوندو. ادي احمد العش اللي نزل، هيلعبها مره تانية جمال حسنين. جمال حسنين عملها القائم البعيد لكن تطلع الكره بره المرمى، لفت كده وتطلع من بره. ضربه مرمى لمصلحه تليفونات بني سويف. نلعب في الدقيقه الخامسة، اماميه ناحيه اليمين، عبد الرحمن حسان يلمس بدماغه، تروح لاحمد الشيخ ناحيه اليمين، عدى الراجل واشتغل فردي ممكن هنا لوحده 1 ضد 1 وعدى بسرعته لكن طولت منه. متوقع احمد عبد العزيز يرجع كورته لحارس المرمى محمد عواد. وفي هذه اللحظات يطلق حكم اللقاء احمد السيد صافره نهايه المباراه بتعادل ايجابي بين تليفونات بني سويف والنادي الاسماعيلي. احرز شوقي السعيد الهدف الاول في الدقيقه الخامسة، واحرز لفريق تليفونات بني سويف محمود مبارك في الدقيقه 38. نروح بقى للاستوديو التحليلي ونجومنا في الاستوديو التحليلي احمد جمال والنجم احمد بلال وعماد النحاس. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم للقاء، ومعلقكم مؤمن عبد الغفار، ونلتقي على خير في مباراة قادمة باذن الله، ونروح لنجومنا في الاستوديو التحليلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.